أنا مستعد أجزم إنك لو شفت هذه اللقطة بدون ما تعرف مستحيل تصدق إن هذه ماينكرافت. ممكن تلاحظ إني ساحب شهرين وعليها لأني بديت أطفش من المكعبات. بس هذا المدبك رجع لي الشغف في اللعبة، حرفيا شوف الجبال والأشجار والتفاصيل. واو، هذه الغرفة فيها تفاصيل أكثر من حياتي. لا شوف الموية كيف حرفيا شيء. اسم هذا المود كونكويست ريفوج، مع شوية مودات من عندي تلقاها تحت في الوصف. وتعرف ايش في تحت كمان؟ زر اللايك. خلينا نوصل هذا الفيديو 10,000 لايك. شوف المود كيف يعدل الجراس، يخليه كده طبقات فوق بعض. وشوف الاشجار كيف كل غصن مختلف عن الثاني، والسماء والسحاب والظلال. هذا كله بفضل افضل شجر في ماينكرافت حاليا، هو بليس شادر. بدون شجر اللعبة تشبه ألعاب مثل سكايريم أو كيندوم كوم تقريبا. تقدر تتجول في العالم وتتأمل التفاصيل. لو لاحظت الفترة الأخيرة شكل القناة تغير لأني دخلت فريق ستار تيم. راح أسيب لكم رابط القناة تحت في الوصف، روح اشترك فيها الآن. أنا نزلت مقطع في القناة، شغلت ماينكرافت على لابتوب قديم عمره 10 سنوات. ما عليك مثلني 15 سنة بس عشان المشاهدات. المهم قناة الفريق راح ينزل فيها محتوى عشوائي متنوع، ممكن أتكلم عن التقنية والفلسفة وأسوي فيها تحديات وتجارب. وراح يكون في أكثر من واحد ينزل معي في نفس القناة. عشان كده كل حسابات الفريق تحت في الوصف. وخلينا نرجع للمقطع. عشان تحمل المود افتح TLANCHER، اكتب اسم المود في قائمة البحث عن المودات، اضغط تحميل، شغل اللعبة وارجع قفلها. حمل المودات اللي حطيتها لك تحت في الوصف. وكمان حطيت لك رابط فيه كوستم مابات نفس اللي شفته، لانه لو سويت عالم عادي حيشبه ماينكرافت العادية تقريبا. بس ترى الكوستم ماب ما ينفع للسرفايف لانه ما في كهوف والعالم محدود، لانه كله مبني باليد. ما هو بس للاستعراض قوة المود. بس الى الان ما في مود يسوي لك عالم زي كده بالكامل. وخلاص، إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، والأهم روح شوف قناة الفريق تحت في الوصف. كل شيء ذكرته في المقطع تلقاه تحت في الوصف. و سلام.